السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم راح نخدموا مع بعض الفيديو الخاص بوصفه الصابون السائل اللي نغسلوا به الماعن. كما راكم تشوفوا هنا حطيت 2 رواتل نتاع ماء. نتيا ديري ريتله وديري النصف تاع المكونات. هنا عندي 2 رواتل ماء، نحط معاهم 6 مغارف تاع مايزينا. 6 يعني الا درتي ريتله ديري 3، معناتها راح ديري النصف تاع الكميه اللي راح نديرها انا، خاطش انا دائما نخدم كميه كبيره ما نقدرش نعاود. كيما راكم تشوفوا هنايا 6 مغارف تاع مايزينا، ونبدا نحرك كيما راكم تشوفوا نحركوا. رايحه تهبط لكم وتيبس من تحت، غير بالعقل تسحفوها وتبداو تحركوا فيها حتى تذوب لنا كامل هذيك المايزينا. كيما راكم تشوفوا اهم حركه اللي لازم نخدموا فيها في هذه الوصفه هي التحريك المستمر. هنا كيما راكم تشوفوا راهي ذابت لي كامل المايزينا، تبقاي دائما تحركي. وهنا عندي الصودا وين تصيبوها؟ على بالي بلي تسقسوا عليها تقولوا ما كاش في الجزائر، هذه ديبوشور، ديروا له كابتور. هذا الديبوشور اللي دائما نشروه باش نديبوشوا بهم حاشاكم ليفيي ولا لافابو. اذا هذا هو اللي فيه الصودا، وما كاش اللي تقول لي هذا صحي وما صحي. هذه هي الصودا اللي يخدموا بها والاساس اللي يخدموا به الصابون. عندي هنايا 4 مغارف، يعني ريتلا ديري فيها 3 مايزينا، 2 تاع الصودا او الديبوشور. هنايا انا حطيت 4، يعني الضعف. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. ونبدا في التحريك قلنا، ثم التحريك، لازم التحريك المستمر. هنا رانا نشوفوا بلا نار بلا والو، راكم تشوفوا كيفاش تماسكت عندنا هذاك الخليط كي درنا له الصودا مع المايزينا. شوفوا يعني بلا نار، بالكم تحطوها فوق النار طيبوها، نو هي وحدها كتفعلت ودرت لنا هذه الجل اللي راكم تشوفوا فيه. بعدها نزيد نخليه يبرد مليح. راح تمسوا منا البلاسينه تاعكم تلقاوه سخون. بعد ما يبرد لنا هذاك الخليط نضيف له ملعقه تاع ملح او ملح الليمون ولا الملح كيما حبيتوا. اللي عندها ملح الليمون دير ملح الليمون، اللي عندها الملح دير الملح. وكذلك نبقاو نخلطوا وراكم تشوفوا كيفاش ولات لنا لاباط. نزيد لها مغرف تاع بيكربونات، اللي حابه تزيدها، اللي ما عندهاش معليش تقدري ما تزيديهاش، ماشي شرط، لكن الا زدتيها راح تنظف لك مليح الماعن نتاعك. ونخلطوا وما ننساوش قلنا نخلو هذاك الخليط يبرد مليح. شوفوا هنا كيفاش ولات تثقال، ولا تخدم لي. هذا هي اللزوجه اللي نحتاجوها احنا باش نغسلوا الماعن تاعنا. يعني الرغوه ولا اللون مجرد برستيج، ما زاد ما نقص. وحنا يقول لك لا لازم الرغوه ولازم، لا احنا نحتاجوا هذه اللزوجه اللي راكم تشوفوا فيها. هذه هي اللي تنقي لنا، وهذه هي اللي تنقي لنا الدهون اللي تكون ولا الاوساخ حاشاكم اللي تكون في الماعن نتاعنا. شوفوا هنا كيفاش راهي بعد ما ذوبت فيها الملح وبيكربونات. فوالا هنايا نجيب اي سائل عندك تغسلي به. هنا راني دايره بينغو، جيبي حتى كاس ونص، 2 كيما حبيتي. واش عندك معناتها لازم تكوني شاريه سوا هذاك تاع الريتلا اللي يتباع على برا، سوا شي من السوبيرات. يعني كل وحده عندها سائل خاص اللي تغسل به. كيما راكم تعرفوا رانا مع المقاطعه صافي لازم نخدموا بالمنتوجات المحليه. هنا راني ضفت لها هذاك السائل تاع الماعن، درت لها 2 كيسان. بيسك درت 2 رواتل درت 2 كيسان. الا درتي ريتلا ديري كاس واحد وتبقى يتخلطي مليح. فوالا راك تشوفي فيه كيفاه راه يزيد يثقال. وكما قلنا بالنسبه للرغوه، الرغوه هي اصلا مصنوعه بواحد ماده خطيره وتشكل خطر لليدين. على هذه ماذا بينا نقصوا منها. وهنايا نبقى راكم تشوفوا لازم يتجانس مليح هذاك الخليط اللي خدمتوه. لازم هذاك السائل اللي درناه يتجانس مليح مع هذيك الماده. وفي الاخير نضيف فنجال، اللي عندك فنجال ولا نص تاع كاس تاع السكر راح ينقص لنا من الفوليوم هذاك تاع هذيك الصودا، وهو اللي راح يديروا به الرغوه. ديروا في بالكم باللي السكر يدير لنا الرغوه. ونبقى دائما مع التحريك، نحركه حتى يذوب مليح هذاك السكر. وراكم تشوفوا كيفاش راهي الخليط نتاعنا راهي ثقال. وفي التلوين كما حبيتي، عندك ملون تاع حلويات ديريه، ولا عندك ملونه تاع المايكا يكون احسن. انا هنا درت له تاع الطبخ اللون الاخضر
تاع الحلويات عفوا، ونخلط حتى يعني اللون اختياري على كل حال، ديريه ولا ما ديريش، ما يزيد ما ينقص، برستيج فقط. يعني حبيتي ديريه ديريه، حبيتي ما ديريش ما ديريش، تخليها بيضه خليها بيضه. مرات ندير هكذا على اللون الاخضر، مرات ندير تاع الفريزه تعطيني ريحه شابه ولون كذلك يجي وردي يجي شباب، ومرات ندير تاع الموز او البنان، ذوق البنان. يعني كل مره نبدل لون، كل ما نخدم نبدل لون. وها هي النتيجه في الاخير. هم زوج رواتل نتاعنا واش خرجوا لي، ها هي النتيجه. يعني جال ولا اروع. عنده لزوجه اللي نحتاجوها، وراكي ضاعفتي الكميه. وكما قلت لكم اللي حبت ديروا نص الكميه ديروا نص الكميه، واللي حبت دير غير نص لتر تجرب ديري نص لتر جربي. المهم انايا دائما نخدموا هذا السائل. هنايا نعمروا في كاس جيريكا عندك. ولا راكم تشوفوا في اللزوجه كيفاش. هاي وشحال جابت لي. وهنا هذيك اللي بقات دوك نشوفوا كيفاش ترغوي لنا. هذه هي. شوفوا مليح كيفاش راني نهبط فيه من الجناب والرغوي، وكل مره نزيد شويه ما قدامكم وتشوفوا النتيجه راهي قدامكم. يخرجوا الماعن يبرقوا، يخرجوا هايلين، وعنده نظافه قويه، ونخدم به بزاف. مام عندي حتى تاع الملابس. كاش نهار ان شاء الله ندير لكم الفيديو نتاعو كيفاش تضاعفي كذلك تضاعفي الكميه. فوالا هاي الرغوه نتاعنا. صدقوني عنده واحد النظافه الله يبارك ما شاء الله. كما تعرفوا الصودا ماده قويه وتنظف مليح مليح. ها هي الرغوه كيف راكم تشوفوا فيها قدامكم قدام عينيكم. سلام.